ايه هو حكم طلاق الغائب؟ طلاق الغائب دي المسألة دي بتتكون من مسألتين: حكم طلاق الغائب والطلاق الذي يقع عن طريق الوسائل الحديثة اللي هي السوشيال ميديا إلى آخره. طلاق الغائب العلماء وضعوه يا اخوانا ضمن أبواب الطلاق لأن هو بيتكلم عن حكم الطلاق الكتابي. يبقى نركز مع بعض لو سمحت، هنتكلم عن حكم الطلاق الكتابي. ولما أقول لك الطلاق الكتابي سواء بالإيميل، على الفيسبوك، على الواتساب، على ماسنجر، على تليجرام، على أي حاجة انتوا الناس بتكتب عليها، هي دي المسألة. المسألة دي على قولين: جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا يقع إن نوى الطلاق، يعني هو كتب لها قال لها أنت يا مريم طالق، أنا قمت بتطليقك كذا وكذا 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 إلى آخره، يحسب الطلاق ومفيش مشكلة. وده الراجح، وهو ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها وكيله، وكيل زوجها يعني، بعت لها ان هو قام بتطليقك، فانفجرت فيه وانهارت وقالت لا والله حتى ارفع امرك الى رسول الله. راحت للنبي عليه الصلاه والسلام فاخبرها النبي انها لا نفقه لك بعد اليوم. يعني ايه؟ هو طلقها الطلقه الثالثه، كانت بتها، والنبي قال لها خلاص كده الطلاق ده وقع وما فيش مشكله خالص. وورد الكلام ده عن الامام الزهري رحمه الله تعالى اللي هو شيخ الامام البخاري، وورد عن الامام ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وورد كذلك عن الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكل هؤلاء تلاميذ الصحابه. القول الثاني ابن حزم، سبحان الله، شوف ابن حزم رحمه الله تعالى، انا احب ابن حزم جدا يا اخوان. هو رجل فقيه محدث مفسر اصولي ما شاء الله رحمه الله رحمه واسعه. قال لك طلاق الكتاب لا يقع. ليه يا ابن حزم؟ قال لك لازم ان هو يكون قاعد قدامها ويقع الطلاق باللفظ. يعني الطلاق الكتابي عند ابن حزم ما بيقعش. طب ليه يا ابن حزم؟ قال لك لان ممكن يلعب فيه، يكون فيه لعب، ممكن الى اخره. لكن صراحة الحديث حجة على ابن حزم رحمه الله تعالى. هنا نخطئ ابن حزم رحمه الله تعالى لأنه خالف جميع أهل العلم، بس لا، لأنه خالف الدليل. احنا قلنا خلاص العبرة عندنا بالدليل، حتى ولو من خالف فنحن لا نتبع إلا الدليل. يبقى معنى ذلك لو واحد كتب لزوجته على الواتساب انت طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع. مفيش حاجة اسمها أنا كنت بهدد. الطلاق بالتهديد يا اخوانا غير صريح الطلاق. واحد قال لمراته لو خرجتي من بيتك تبقي طالق، لو رحت عند ابوك تبقي طالق، لو زرت امك تبقي طالق، دي اسمها طلاق معلق. لكن احنا بنتكلم في الطلاق الصريح باتفاق اهل العلم يقع خلاص، اللي هو الكتابه. واحد بيقول لمراته انت طالق، الصواب انه يقع، بس كده. هنا في مسألة أخيرة يا إخوانا، دلوقتي هي الست اللي اتطلقت دي هيتحسب عدتها من أول ما الراجل ده طلقها وكتب على الورقة، ولا من أول ما الخبر بيوصل لها؟ ناس عايشة مثلا في أوروبا، في كندا، في أي دول من الدول البعيدة جدا دي، ومش عارف يتواصل مع مراته، كتب لها ورقة مثلا أو تلغراف أو أيا كان، وعبال ما وصلت لها عدى أسبوع أو عدى أسبوعين أو شهر. هل الطلاق بيقع من أول ما كتب، ولا الطلاق بيقع من أول ما هي تشوف الخبر وتقرأه؟